إذا مشاهدينا مكملين فقرات صباح العراقية ونروح إلى تقرير تأسيس صحيفة شبابية تعنى بالفن العراقي مع مناف الموسوي. في مسعى للمساهمة الفعالة لتطوير العمل الصحفي وتنشيط الحركة الإعلامية الفنية، قام مجموعة من الشباب بتأسيس صحيفة تعنى بالأعمال الفنية المحلية والعالمية لتشهد النور وتصل إلى القراء وتضع بين أيديهم مقالات فنية متنوعة تحاول بعضها أن تركز وتذكر بالأعمال العراقية القديمة وتسلط الضوء على حياة أعمدة الفن العراقي ومؤسسيه. فشوي شوي بدأت الفكرة تتوارد بيناتنا أنه نقوم بصحيفة فنية خاصة لنا. بدأت الفكرة أنه بالبداية تكون 4 صفحات. بالبداية كانت إلكترونية الصراحة، يعني ما كنا نفكر بالمسألة الطبع، لأن تعرف الطبع مكلف وهاي الأمور يعني صعبة بالبداية، بس الحمد لله والشكر بعد ما خلال 3 أشهر كان الفريق بالبداية 12 شخص تقريبا بنات وشباب. الحمد لله هسه حاليا احنا تقريبا 32 شخص، كنا شباب وبنات يعني تقريبا خريجين ايضا هم، وايضا عندهم خبره يعني بالمجال الفني ومتابعتهم للافلام السينمائيه والعروض. تركيزنا احنا اكثر شيء راح يصير على الفنانين العراقيين، ونحاول ان ننقل صوره انه يجب الاهتمام بهم، لان هذول يعني بصراحه ثروه، والعراق معروف عنه غني. احنا رغم هالظروف هاي هو لا زال العراق اكو ممثلين ياخذون جوائز. اكو عندنا مثلا المهرجان شاركوا به هسه قبل حوالي 3-4 ايام. هاي الجريده بصراحه التزمها مجموعه من الشباب، شباب من يعني مختلف المحافظات، اكو من النجف، اكو من الموصل، اكو شخص من بابل، يعني من بابل صور يتعنى لهنا على مود يحضر بس الافتتاح. ولا يزال هؤلاء الشباب يؤمنون بأهمية استمرار الصحافة الورقية وجمال ورومانسية القراءة بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. جمعتهم هذه المعطيات من مختلف محافظات العراق، وعد بعضهم أن خوضه في هذا المجال هو حلم لطالما راوده وسعى لتحقيقه. كنت متابعة جيدة للأخبار العالمية الفنية، متابعة للأفلام للمسلسلات وكافة مواسمها مثل ما يقولون. فالحمد لله والشكر يعني دخلت بهذا المجال وتحقق حلمي، فهو كان حلمي أنه ينكتب اسمي بجريدة وأنا أكون معروفة وأن يعني أحظى بشرف لقاء مثل يعني قناتكم المحترمة، والحمد لله والشكر نسير تحقيق هذا الحلم إن شاء الله. ما أنا جيت من النجف على مود يعني حب شغلة واحدة اللي حب السينما هو أو حب الفنون السبعة بصورة عامة، ويعني شفت أكو يعني الإجماع على هذا الشيء، شفت أكثر من شاب أكثر من شابة يعني تقبلوا هاي الفكرة، وأنا يعني من ضمنهم. يعني أنا صحيح بعيد يعني من النجف، بس الحمد لله والشكر قدرنا نشارك بها وننجح إن شاء الله. شلون راح تقدر تساهم بالمجلة؟ والله يعني احنا مساهمتنا عن طريق يعني كتابة نصوص أو مقالات بالجريدة، وأنا يعني مسؤول عن فقرة يعني أفلام تحولت إلى مسلسلات، وإن شاء الله أقدر أقدم فد للجريدة. إصدار صحيفة متخصصة بالفن أمر مثير للاهتمام وسط غياب ملحوظ لمثيلاتها، وكذلك يفتح أبواب التساؤل عن إمكانية استمرارها ورقياً أمام سرعة الخبر الإلكتروني. مناف الموسوي، العراقية، بغداد. شكرا مناف الموسوي على هذا التقرير المميز حقيقة، ومبارك لهؤلاء الشباب إصرارهم وطموحهم المشروع. كل واحد من محافظة يقيمون صحيفة تعنى بالفن والثقافة والأدب، وكل من ضمن اختصاصه. هذا حلم كل شاب عراقي، فمبارك ونشد على يد كل الشباب اللي يحاولون يحققون طموحهم. إذا مشاهدينا بعد هذا التقرير ناخذ فاصل